مبدئيا انا ولا بشجع مانشستر سيتي ولا بشجع ارسنال عشان مفيش حد ياخد الكلام بحساسيه. واول نقطه حابب اتكلم عليها هي بطوله الدوري عموما. من وجهه نظري بطوله الدوري في اي حته في العالم هي اقوى بطوله، لانها بتقدر تقيم فرقتك على مدار سنه كامله، ومش اي حد يقدر ياخد الدوري. طب ليه؟ عشان بطوله الدوري هي اللي بتعبر عن مستواك الحقيقي طول الموسم. اي بطوله تانية بتتلعب بخروج المغلوب ممكن ما تكونش عادله لتفاصيل كتيره، يعني مثلا ممكن اصابات مهمه تحرم فرقتك من اهم لعيبه عندك، فرق الاجوان ما بين جوه الارض وبره الارض، ماتش تكون لعيبتك مش ماشيه معاهم مفيش حظ النهارده، ماتش تخسر بضربات جزاء او جون في الاكسترا تايم ملوش اي لازمه، تحكيم وحش او يقتلك الماتش. بص، في ظروف كتيره ممكن ما تكونش عادله وتظلمك. لكن بطوله الدوري هي بطوله النفس الطويل، بطوله ممكن تعوض فيها، بطوله عايزه فريق صاحب شخصيه. مش بس مطلوب منك في الدوري انك تكون جامد، لا انت المفروض منك تبقى الاجمد كمان، لان ممكن تخسر دوريين على فرق نقطه واحده، ولينا في كلوب مع ليفربول عبره. وننتقل لاجابه سؤال ليه ارسنال ما كانش ينفع ياخد الدوري ما بين قوسين في وجود جوارديولا. رقم واحد، عشان تاخد الدوري انك تكون فريق هجومي، هدفك الاساسي من كل ماتش انك تكسب وتاخد الثلاث نقط، عينك على المكسب وبس، مفيش تعادل ايا كان المنافس. وبدون دخول في تفاصيل، حابب ادي النقطه دي لارسنال السنه دي. رقم اتنين، ان يكون فريقك مش قايم استراتيجيته على الدفاع، يعني مش اسلوبك لعب دفاعي، وفي نفس الوقت يكون دفاعك قوي. في فرق كتير بتلعب كره ممتعه بس نص الملعب تعبان او الدفاع مش احسن حاجه، فبتلاقيه ان هو مخلص الدوري في نص الجدول. رقم 3، انك تكون بتقدم مستوى ثابت او متقارب على الاقل طول السيزون، لان كده كده هتيجي عليك فتره وقت فراغ بيسموها. وقت الفراغ ده الفرقه كلها بتقع واللعيبه بتبقى الكره مش ماشيه معاهم، وبتلاقي ان انت عمال تخسر من فرق في نص الجدول واخر الجدول، وعمال تخسر نقط مش عارف بتخسرها ليه. وانت وحظك بقى وقت الفراغ ده هيجي لك في اول الدوري ولا في اخر الدوري. رقم 4، عشان تاخد الدوري هي خبره المدرب في بطوله الدوري بالذات. ازاي هيتعامل مع اللعيبه، وازاي هيوقفهم على رجلهم، ازاي هيخلق لهم دوافع جديده وحوافز تخليهم يقدروا يلعبوا طول السيزون وعينيهم على البطوله ان هم هيحققوها السنه دي. رقم 5، عشان تاخد الدوري لازم يكون الفريق نفسه عنده شخصيه البطل. النادي على بعض لازم يكون ليه هويه. في فرق كتير بنلاقيها ان هي متصدره وقت كبير من الدوري، ومع ضغط المنافس او ضغط من الاعلام او الجمهور تلاقي التوتر والشك ابتدى يدخل للعيبه والمدرب، وفي اخر لحظات تلاقي ان الدوري هرب من ايده. ومش حابب ادي امثله على الانديه دي، وننقل على جزء خاص باللعيبه شويه. رقم 6، عشان اخد الدوري هو كواليتي اللعيبه اللي انا عايز انافس بيها على الدوري ده. اللعيبه اللي عندها خبره في الملعب قد ايه. في اوقات كتير هتيجي الكره هتكون مع عندك والكره مش ماشيه معاك، فانا عايز اللعيبه اللي بتعرف تتصرف في الظروف دي. عارفين الماتشات اللي هي بتخلص 1-0، لما تيجي تبص على ارسنال مين اللعيبه اللي عندها خبره في الملعب؟ يعني لما بكلمك اقول لك مين المهاجم بتاع ارسنال مثلا، هتلاقي ان في علامات استفهام كتير. مين الحارس بتاع ارسنال مثلا؟ رامز ديل. لو قلت لك مثلا اختار احسن 10 حراس في العالم، ممكن ما يخطرش على بالك اساسا. وهكذا في نص الملعب، في الباكات، في الاجنحه، اللعيبه كلها عاديه، اللعيبه كلها مفيش خبرات قبل كده. زود عليهم ان مفيش دكه اساسا، ومفيش فريق في الدنيا بينافس على بطوله من غير دكه قويه. رقم 7، عشان تاخد الدوري لازم يكون في قائد في الملعب، شخصيه بتحمي اللعيبه، بيرفع الضغط عن زمايله، بيتحكم في رتم الماتش. من الاخر حد اللعيبه بتدور عليه وبتستخبى فيه. رقم 8، يكون عندك لعيب واخد الشو الاعلامي ومتصدر الواجهه دايما. يعني لو قلنا مثلا صلاح في مصر، ساديو ماني في السنغال، الارجنتين ميسي. بعض الفرق الغنيه بيكون معظمها نجوم، زي مثلا الريال فيها فينيسيوس، فيها مودريتش، فيها بنزيما، في اكتر من حد. لكن على الاقل لازم يكون في فرده واحده تقيله في الفرقه كلها يكون عليها البروباجندا. انما لما اقول لك ارسنال هتحس ان شويه عيال او شباب بيلعبوا، ما فيش حد تقيل، ما فيش فرده اللي اتكئ عليها طول الماتش او طول السيزون. رقم 9، عشان اخد الدوري او انافس عليه حتى ان يكون في منافسه عادله. يعني صعب قوي جوارديولا كل سنه بيجي له لبن العصفور، بيختار لعيبه على الفرازه، احسن لعيبه في العالم بيجيبها، وارتيتا يجي عايز ينافسه بساكا ومارتينيلي وشويه شباب معاهم. بالمنطق والعقل مستحيل ان انت تنافس فرقه زي دي على الدوري. رقم 10 والاخيره، ان جوارديولا ما يكونش معاك في الدوري، لان مهما كنت كويس ممكن ما يطلعش كفايه ابدا، وتلاقي نفسك ان انت خسرت الدوري برضو مهما تعبت ومهما كنت كويس. وقبل ما اختم حابب اعبر عن حزني ان الارسنال مش هياخد الدوري، لان الارسنال مش ماشت معاه حلاوه روح وكان بيكسب في فتره وخلاص. لا، الارسنال قدم موسم يعني المفروض كان ياخد فعلا فيه الدوري. ممكن تكون مشت في بعض الماتشات وفي بعض الفترات، لكن هم صدقوا حلمهم وكملوا وقدموا اداء عظيم السنه دي، والكل بيشيد بيهم. واعتقد ان الكل ما عدا جمهور مانشستر سيتي متعاطف ان كان ارسنال لازم ياخد الدوري. لو حد مختلف معايا في اي نقطه من اللي قلتهم يا ريت يكتب لي في الكومنتات، ولو شايفين اي اسباب تانية لخساره الدوري يا ريت تكتبوها لي، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الحلقه الجايه على خير.